السلام عليكم مستر يحيى. احنا دلوقتي هنحل الامتحانات يا مستر يحيى، وهنبدأ بالامتحان بتاع محافظة القاهرة. بس معلش يا مستر يحيى، ازاي يا مستر يحيى استفيد من حل الامتحان؟ تعالى معايا. ادي يا مستر يحيى اهوت، ادي الامتحان وادي الاستفادة من حل الامتحان. يعني دي الحاجات اللي احنا طلعنا منها من كل امتحان، بطلعها لك عشان تبدأ تذاكرها، تقول كده انا عرفت اللي انا احل واذاكر الامتحانات. تعالى معايا كده بالراحة كده، نبدأ نركز مع بعض. اول سؤال هو سؤال الاستماع، صح؟ انا اسف ان انا صوتي واطي عشان مسجل ما يقرب من حوالي 15 امتحان، وفي نفس الوقت داخل عليا برد، فاحاول على قدر الامكان ان انا اعلي صوتي، وارجو يعني الصوت يبقى واضح بالنسبة لحضراتكم ان شاء الله. اول سؤال في الامتحان هو سؤال الاستماع. سؤال الاستماع ان هيدخل يا مستر يحيى ان المراقب بتاعي هيبقى ماسك ورقة كده هوت، هيبدأ يقرأ قطعة. لو سمحت في قراءة القطعة ديت، لو سمحت ودنك معاه وعينك في الورقة بتاعتك. تاني، ودنك معاه، ودنك هي اللي معاه، ما تبصلهوش. لو انت بصيت له هتعرف تحل ازاي؟ لما انا بدخل اللجنه بلاقي الاولاد كلها بصالي، اقول لهم يا جماعه محدش يبص لي، ودنك بس معايا وعينك على الورقه. الحاجه اللي انت تسمعها ابدا اعمل عليها سيركل. اسهل سؤال في الامتحان ده، سأله هديه. تعالوا مع بعض ندخل على السؤال التاني على طول عشان ما نضيعش وقتنا. People and the houses around us are called. الناس اللي حوالينا والمنازل اللي حوالينا دول اسمهم ايه؟ اسمهم neighborhood. كلمة neighborhood معناها الحي يا مستر يحيى اللي احنا فيه. يبقى people والhouses دولت يا مستر يحيى neighborhood، الحي. The Noat giant doesn't want to share his garden. هو مش عايز ان هو يشارك الحديقة بتاعته. اكيد هو selfish giant. selfish giant معناها العملاق الاناني، صح؟ ما بيحبش اللي هو يشارك الحديقة بتاعته. They are not the birthday cake. هما بيعملوا ايه في كيكة عيد الميلاد؟ بيعملوا عندي حاجة اسمها decorating. decorating معناها بيزينوها يا مستر يحيى، بيزينوا التورتة بتاعت عيد الميلاد. A what is a group of camels and people traveling together. مجموعة من الجمال والناس بيسافروا مع بعض، هي اسمها caravan. caravan اللي هي القافلة. caravan يعني مش الإحياء، caravan معناها القافلة. طيب تعالوا مع بعض بقى نبدأ نشوف يا مستر يحيى السؤال بتاع أكمل. I'm شادي، أنا اسمي شادي. I'm 12 years old، أنا عندي 12 سنة. I like reading in my free time، أنا بحب القراءة في وقت الفراغ بتاعي. I'm reading at the moment، أنا دلوقتي قاعد بقرأ يعني. I'm finishing an، أنا مستر يحيى finishing an، أنا بنهي an not book. خد بالك إن an ديت يعني عايزة اسم يبدأ بحرف فاول، وكلمة بوك يعني كتاب. أنا خلصت an interesting book، أنا خلصت دلوقتي an interesting book، كتاب رائع. about، الكتاب ده كان بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم عندي على jobs. jobs يعني الوظائف، يبقى الكتاب كان بيتكلم عندي على jobs يعني الوظائف، صح يا مستر يحيى؟ about jobs in ancient Egypt، الكتاب كان بيتكلم عن الوظائف في مصر القديمة. but it's taking ages، الكتاب ده خد يعني فترة طويلة. because خد مني فترة طويلة. because I'm slow، اللي هي I am يعني slow، أنا slow reader، أنا يعني أنا نوع من الأشخاص إن أنا بقرأ ببطء. خد مني ages فترة طويلة عشان أنا slow reader، يعني قارئ بطيء. I am enjoying it، بس أنا استمتعت بيه. I love history books، بحب كتب التاريخ. and the documentary is good، والكتب الوثائقية. my mom said she will get، ماما قالت لي هتجيب لي DVD about ancient Egypt، يعني استدهاية كده هو عن القدماء الايه، عن مصر القديمة. what not you، what about you، في جملة اسمها what about you معناها وماذا عنك. what about you. طيب حبايبي،
جينا دلوقتي بقى عندي على السؤال بتاع قطعة الفهم. ازاي يا مستر يحيى استفيد من قطعة الفهم؟ تعالى معايا كده يا استاذ كده بالراحة كده وصلي على النبي. اختيارات، اول حاجة بيديني قطعة والقطعة ديت عليها اسئلة وعليها اختيارات. اول حاجة the underline word excited. هو هنا عايز يقول لك ايه؟ يعني ايه كلمة excited؟ كلمة excited يعني متحمس، معناها happy. اكيد طبعا excited يعني انا happy، سعيد. The text is about. لو رجعت للقطعة هتلاقي القطعة بتتكلم عندي على ناس واخدة اجازة وفرحانة والكلام ده كله، يبقى القطعة بتتكلم، هطلع في القطعة هلاقي القطعة بتتكلم عندي على حاجة بسميها vacations. vacations معناها الاجازات. ماشي. they want to go. they want to go هما عايزين يروحوا يا مستر يحيى. quad biking in the desert. ليها ركوب الدراجات الرباعية في الصحراء. صح يا مستر يحيى؟ ماشي. السؤال اللي بعديه في القطعة بيقول لي ايه يا مستر يحيى؟ summarize the text in one sentence. خد بالك من الكلمة دي بتيجي في الامتحان، اسمها summarize، معناها لخص القطعة في one sentence. اروح على القطعة واروح اشوف اهم الجمل اللي في القطعة والقطعة بتتكلم عن ايه واكتبها اهم الجمل. يعني هنا مثلا التلخيص بتاع القطعة ان انا هقول له مثلا، ممكن اقول له يا مستر يحيى اول جملة اهي باسل اند سامر are very excited about their vacation. صح يا مستر يحيى؟ ده كده واشوف له القطعه بتتكلم عن ايه. ده سؤال سهل جدا، ده سؤال هديه في الامتحان يا مستر يحيى، بيهديني. صح؟ واي اجابه على فكره انا هعتبرها لك صح، اي ملخص في القطعه عامل لك صح، بس اهم حاجه الجمل بتاعتك سليمه، الاستراكشر بتاعك سليم، كلماتك سليمه. What will they visit on Saturday؟ هما هيزوروا ايه يوم Saturday؟ اجري في القطعة اروح يا مستر يحيى اشوف كلمة Saturday. تعالى كده يا مستر يحيى في القطعة، فين في القطعة؟ ادي القطعة اهي. اشوف بص بقى مستر يحيى، they will visit the Manuel Palace Museum on Saturday. اهو يا مستر يحيى، ده كده رقم 5. ايه ده؟ إجابة القطعة كلها، إجابة الأسئلة كلها موجودة في القطعة. موجودة فين؟ في القطعة بطريقة سهلة وجميلة. تعال رتب كده يا مستر يحيى. أول حاجة ماركو بولو، ده رقم 1 أهو. مارك بولو ماله يا مستر يحيى؟ was كان إيه يا مستر يحيى؟ an Italian explorer. يبقى ماركو بولو was an Italian explorer. صح كده يا مستر يحيى؟ ماشي. اللي بعديها ذا ايه يا مستر يحيى؟ ذا selfish giant. ذا selfish giant العملاق الأناني. the selfish giant doesn't share anything. هقولها تاني. ذا selfish، ذا ايه؟ selfish والصفة جت قبل الاسم، العملاق الأناني، أقول the selfish giant. ماله يا مستر يحيى؟ the selfish giant doesn't share anything. doesn't يعني لا، doesn't share لا يشارك، anything لا يشارك أي شيء. طيب اللي بعديها هبدأ بأداة الاستفهام what. بعد أداة الاستفهام أحط R. الار هتاخد يو. ار يو فعل مضاف له ing. what are you doing this week؟ يا مستر يحيى، ادي what وادي ار ويو وادي doing وادي كملت بقيه الجمله. طيب ماشي. هبدا اصحح الاخطاء يا مستر يحيى. علي doesn't، بعد doesn't دوت انا عايز فعل فين؟ في المصدر. اقول له eats ولا اقول eat؟ لا اقول eat، عشان doesn't ده عايز فعل فين؟ في المصدر. where are you؟ ادي are وادي you، يبقى احط go ولا going؟ لا احط going، عشان ده مضارع مستمر يا مستر يحيى. عشان مستر يحيى قال لي الام والاز والار بيجي بعديهم فعل مضاف له ing. صح؟ البانكتويشن علامات الترقيم، هكبر الاتش واحط في الاخر علامه استفهام عشان ده سؤال. صح؟ طيب السؤال بتاع الباراجراف، ادخل على قناة يحيى المصري التعليمية على اليوتيوب اهو، يحيى المصري
التعليمية. هتلاقي كل الباراجرافز باسلوب جميل. طب معلش يا مستر يحيى، انا حليت مع حضرتك محافظة القاهرة، طب انا استفدت ايه من حل محافظة القاهرة؟ معلش يا باشا تعالى كده، انت استفدت ان البيبول اراوند اس، الناس اللي حوالينا دول اسمهم نيبرهود، اسمهم الجيران، اسمهم الحي اللي جنبنا يا مستر يحيى. عرفت ان كلمة سيلفش معناها اناني، الاناني ده ان هو سيلفش جاينت، العملاق الاناني ده اللي هو معناها ايه؟ doesn't share، ما بيشاركش اي حاجة. عرفت ان كلمة ديكوريت معناها بيزين، هو انا بزين ايه يا مستر يحيى؟ بزين ذا بيرث داي كيك، هدية عيد الميلاد، او بسموده بزين يا مستر يحيى اللي هي الكيكة بتاعت عيد الميلاد. عرفت ان كلمة كيرفن معناها قافلة. يعني ايه يا مستر يحيى قافلة؟ القافلة ديت معناها a group of camels، مجموعة من الكاملز او البيبل او الناس traveling together، بيسافروا مع بعض. يبقى لما يقول لي مجموعة من الناس او الجمال بيسافروا مع بعض، هي مستر يحيى كيرفن. طيب I am finishing an interesting book، خد بالك من الحتة دي، لما اجي اقول كتاب شيق او interesting book، بنت جميلة، a beautiful girl، ولد طويل، a tall boy، الصفة بتيجي قبل الاسم، صح يا مستر يحيى؟ انا عارف ان كلمة، في عندي تعبير اسمه slow reader، slow reader معناها قارئ ببطء، شخص كده بيقعد ياخد في القصة ages، فترة كبيرة عشان يقعد يقرأها. لما اجي اقول لحد وماذا عنك، اسمها what about you، اسمها ايه؟ what about you، وماذا عنك. استفدت من حل الامتحان بتاع محافظة يا مستر يحيى القاهرة. عرفت ان كلمة excited، معنى كلمة excited معناها يا مستر يحيى، معنى كلمة excited معناها happy، معنى كلمة excited يعني happy، سعيد. عرفت ان في عندي حاجة اسمها يا مستر يحيى اسمها كواد بايكنج، معناها ركوب الدراجات الرباعية، ركوب الدراجات الرباعية. عرفت ان كلمة يا مستر يحيى سمرايز معناها لخص في القطعة. عرفت ان في عندي حاجة اسمها دونت ودازنت، لازم احط بعديها كلين فيرب. استفدت ان دونت ودازنت عايز احط بعديها كلين فيرب. علي دازنت قلت ايت، ما ينفعش اقول ايتنج عشان عندي دازنت. استفدت من امتحان محافظة القاهرة حبايبي ان في حاجة اسمها المضارع المستمر، بتكون من ام وايز وار وفعل مضاف له اي ان جي. انا عندي زمن اسمه ده كده، اسمه زمن المضارع المستمر، حاجه مستمره. ما ينفعش تحط لي فعل مضاف له اي ان جي، لازم تقول لي ام وايز وار وفعل مضاف له اي ان جي. حاجات مهمه جدا يا حبايبي. انتظرونا بقى ان شاء الله في حل الامتحان اللي بعد محافظه القاهره، في حل الامتحان الثاني. الحاجات دي تتذاكر، مهمه. السلام عليكم.